بص بقى، الفيديو ده فيه تحدي مباشر ما بيني وما بينك. هقول لك على 3 فيديوهات هتنشرهم على قناه جديده، هتعمل في كل فيديو حوالي 10000 مشاهده. لو فشلت ان انت تعمل الكلام ده ارجع ليا والغي اشتراكك وما تعرفنيش تاني، وانسى انك تعرف حد اسمه خالد صابر. ليه انا واثق قوي كده من نفسي؟ لان في قنوات انا جربت بنفسي وشفتها بعيني، زي القناه دي فيها 400 مشترك، والناحيه الثانيه بتعمل حوالي 10000 مشاهده من نفس المجال اللي جاي اتكلم عليه. القناه دي فيها 2400 مشترك وكل فيديو بتعمله فيه حوالي 200000 مشاهده. يا جماعه المجال اللي جايين نتكلم عليه النهارده ده نسبه النجاح فيه 101%. انت لو ما نجحتش في المجال ده يبقى انت فيك مشكله، بتخليك تبدا قناه على بياض وتحقق النجاح فيها بنسبه 101%. وكل حاجه هنعملها عن طريق الذكاء الاصطناعي. عايزك تركز وتفتح مخك وتجيلي في الدقيقه عشان اديك جول اللي حرفيا هيغير كاريرك كله على يوتيوب ويخليك تشوت في ال90، لان المجال كله معمول عن طريق الذكاء الاصطناعي. الفكره بتاعته اساسا ترند، يعني انت اساسا لو اشتغلت في المجال ده وابتديت نشرت فيديوهات والقناه بتاعتك صفريه هتجيب مشاهدات. ليه؟ لان الكلام ده الكل بيدور عليه، فيوتيوب بيقترحه بشده، بيزق اي فيديو بينزل في المجال ده بطريقه كبيره جدا. فانت مش محتاج يبقى عندك متابعين عشان تقدر تجيب تفاعل ومشاهدات، وبالتالي تقدر تحقق 4000 ساعه مشاهده اليوتيوب بيطلبهم عشان تنضم لبرنامج شركاء يوتيوب. عايزك تركز معايا. بص هتلاقي قنوات زي القناه دي مثلا اللي عليها 2600 مشترك، بس احنا بنتكلم في حوالي 200000 مشاهده قبل اسبوعين بس. لو فتحنا كمان نفس الترند اللي بيتكلم عن التوأم بتاع الذكاء الاصطناعي، ملايين المشاهدات يا جماعه، ملايين المشاهدات. النهارده انا هوريك ازاي تقدر تعمل الترند ده. يعني بص القناه دي فيها 500 مشترك، 13000 مشاهده في يومين بس يا جماعه. قنوات صغيره جدا وشغاله على الموضوع، والموضوع فعلا سهل. يعني بص احنا هنعمل فيديو زي ده من ضمن الفيديوهات اللي احنا نشتغل عليها النهارده، ومن ضمن الطريقه بتاعت حلقه النهارده. وعلى فكره نفس الشخصيه بص طول الفيديو احنا بننقلها في اماكن وبنخليها تعمل فلوجات في اماكن مختلفه خالص، وكل مكان مختلف عن المكان التاني خالص، ولكن بنستخدم نفس الشخصيه. نتعلم نعمل قناه خاصه بالفلوجز الشخصيه اساسيه، وهنبتدي نبني عليها القناه بتاعتنا بشكل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. يلا بينا نخش في صميم الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم. في البدايه هنبتدي نفتح موقع جيميناي. طبعا نوصل له ازاي؟ gemini.google.com. بمنتهى البساطه هتبقى جوه الموقع. طبعا كلنا سمعنا عن النانو بانانا اللي جيميناي طرحها او جوجل طرحتها، اللي هنستخدمها في فيديو النهارده. فانا هستخدم النانو بانانا. كل اللي عليا بعمله بضغط على كلمه التجربه، وكده كده خلاص بيدخلني على التجربه بتاعت النانو بانانا. ببتدي اكتب له البرومبت ده زي ما انتم ما شايفين. انا هسيب لك طبعا البرومبت اسفل الفيديو. والبرومبت ده فكرته الاساسيه، خلينا نضغط على جنريت. فكرته الاساسيه ان هو بيولد لك صوره لطفل بيبي 7 ايام موجود في مستشفى ماسك سيلفي ستيك، او زي خلينا نقول كده ماسك عصايه سيلفي وبيصور نفسه. الصوره دي هي اللي احنا هنستخدمها في الفيديو. الطفل اللي طلع لنا ده، الطفل ده احنا هنستخدمه في كل حاجه تقريبا. يعني كل اللي عليا هعمله هحرك الطفل واخلي الطفل يمشي واغير الخلفيات اللي وراه واخلي الطفل ده يعمل فلوجات. حرفيا هخلي الشكل اللي قدامكم ده يعمل فلوجات. طب ازاي نعمل الكلام ده؟ هقول لك ازاي. اول حاجه هعملها هضغط على المكان بتاع التنزيل عشان انزل الصوره على الكمبيوتر بتاعي. دلوقتي انا مش عاجبني الخلفيه اللي ورا دي، وعايز ابتدي ابني قصه حوالين الشخصيه الاساسيه بتاعتي او الطفل ده. هقول له غير لي الخلفيه بمنتهى البساطه من غير اي تعديل. غير لي الخلفيه وخلي الطفل في غابه، وابتدي اضغط على انتر عشان يبتدي يغير لي الخلفيه، والطفل يخليه لي موجود جوه غابه. هو نفس الطفل بالملي موجود جوه غابه. هو نفس الطفل، هي نفس الشخصيه. مره كانت في غابه والمره دي كانت في مستشفى. ابتدي اخد الصوره انزلها بالشكل ده. طبعا انت كده فهمت احنا ازاي هنعرف ننقل نفس الشخصيه من مكان للتاني. وبعد كده هقول له غير لي الخلفيه وخلي الطفل يخش في كهف. كويس قوي كده. انا معايا الطفل بتاعي موجود في 3 مشاهد. ده المشهد الاول، ده المشهد الثاني، ده المشهد الثالث. ههيئ ازاي المشاهد دي؟ ركز معايا. اولا انا حفظت الصوره الاولى وحفظت الصوره الثانيه، هحفظ الصوره الثالثه بتاعه الكهف. وبعد كده هبتدي احط ال3 صور بتوعي دول في فولدر. دلوقتي انا حفظت ال3 صور بتوعي، ودلوقتي هنبتدي نكتب السكريبت بتاع ال3 صور دول. ركز معايا. هروح لموقع شات جي بي تي عشان اوصل لشات جي بي تي. www.chatgpt.com. هوصل للموقع بمنتهى السهوله. وبعد كده هقول لشات جي بي تي عاوزك تكتب لي قصه خياليه عن طفل هرب من المستشفى ودخل الغابة، وبعد كده دخل كهف، وعاوز الطفل يتكلم في القصة ويوصف كل مشهد بيتعرض له.
وبعد كده هضغط على انتر عشان يبتدي يكتب لي قصه بشكل خياليه. ودلوقتي انا عايز اخلي الصوره بتاعتي اللي انا انتجتها تبتدي تتحرك مش تتكلم، كفايه بس نحركها في البدايه. هبتدي اروح لموقع روبونيو، الموقع العظيم اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن اسفل الفيديو، او كالعاده هتوصل له لروبونيو.com، هتوصل للموقع ودي الواجهه بتاعته. بعد كده هنضغط على كلمه اد ايمج بالشكل ده، وبعد كده هنختار صوره من الصور وهو المشهد الاولاني اللي هو الطفل بتاعنا وهو في المستشفى. ابتدي اضغط على الصوره بالشكل ده، وبعد كده هروح احط له البرومبت ده. البرومبت ده اللي هسيبه لك في القناه بتاعتنا على التليجرام بطريقه مباشره اسفل الفيديو. يبقى احنا كده معانا الصوره ومعانا البرومبت. بعد كده هبتدي اضغط على المكان ده عشان يبتدي يعمل جينيريشن للصوره بتاعتنا. هننتظر لحد ما هو يبتدي يخلص. زي ما انت ما شايف بيتفتح شات ما بينك وما بينه عشان يحول الصوره بتاعتنا لمشهد متحرك. هننتظر مع بعضينا لحد ما يخلص. يقول لك الفيديو عشان يتم انتاجه هياخد حوالي دقيقه و44 ثانيه. في خلال ثواني هنلاقيه بيقول لنا ان المهمه بتاعتنا اكتملت. ولو بصينا على الفيديو بالشكل ده هنلاقي ان الطفل فعلا ابتدى يتحرك. اللي هعمله في الصوره دي هعمله في الصوره الثانيه والصوره الثالثه. الاول هبتدي احفظ الصوره او الفيديو بتاعي، هضغط عليه كليك يمين بالشكل ده وبعد كده داونلود. وبكده انا جهزت المشهد الاولاني بتاع الفيديو الاولاني. نفس الكلام اللي عملته هنا هعمله في المشهد الثاني. هبتدي اضغط على اد ايمج بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اختار نفس الطفل وهو في الغابه، وبعد كده هديله نفس البرومبت بتاع الانيميت او الانيميشن عشان الطفل المره دي يظهر لي وهو في الغابه وهو بيتحرك. يبقى انا كده حركت نفس الطفل ووديته من مكان للتاني. الفلوج الاولاني وهو بيهرب من المستشفى، الفلوج الثاني وهو في الغابه وصل للغابه. فانا هضغط على انتر كده. المهم ان وانت بتعمل فلوج يكون نفس الشخصيه هي. ابتدي يعمل انالايز دلوقتي وهرجع لك لما يخلص. طبعا هنا قال لي فاضل حوالي دقيقه 48 ثانيه، وبرده ده وقت قياسي لانتاج الفيديوهات وتحويل الصور لفيديوهات. كده المشهد الثاني يا شباب خلص زي ما انتم ما شايفين اهو الطفل بيتحرك كويس قوي. دلوقتي هحفظه كليك يمين داونلود. انا كده معايا مشهد ومعايا المشهد الثاني. نجيب المشهد الثالث بتاع الغابه اد ايمج، وبعد كده هروح اختار الصوره بتاعه الطفل وهو في الكهف، وكالعاده هحط له نفس البرومبت بالظبط بتاع التحريك. تمام. بعد كده هبتدي اضغط له على السهم ده لحد ما يخلص. هرجع لجيميناي وفي مشهد جه في دماغي انا عايز ازوده. ايه هو؟ هقول له مثلا انا خليهم 4 مشاهد. انا هقول له غير لي الخلفيه وخليها جوه الكهف، بس الكهف مظلم وفي شويه خفافيش حوالين الطفل. وبعد كده هضغط على انتر. تمام. زي ما انت ما شايف هو ولد لي نفس الخلفيه بنفس الطفل، بس المره دي في زي ما انت ما شايف في خفافيش حوالين الطفل. الخفافيش دي نوعا ما واحنا بنحرك هتبقى بتظهر، بس انا مش عاجبني الموضوع. برضو هقول له خلي الخفافيش شكلها اكبر شويه عشان تكون الخفافيش منظرها اكبر، لان انا بوصل لحاجه معينه في دماغي. تمام. الخفافيش كده بقت اكبر الشكل. ودلوقتي انا الصوره حفظتها. هرجع ارمي الصوره هنا واخلي ده مشهد رابع. هرجع هنا لشات جي بي تي وهزود مشهد. هرجع لشات جي بي تي واقول له انا عايز ازود مشهد. المشهد اللي انا عايز ازوده هقول له انا عاوز ازود مشهد لما الطفل يخش الكهف. هو مسميه المشهد الرابع الكهف المظلم. الكهف المظلم هيلاقي خفافيش وهيبقى خايف منها، وخلي الطفل يقول كده. ده في المشهد السادس اللي هو الخفافيش في الكهف. وانا ماشي جوه الكهف فجأة سمعت صوت غريب زي وشوشة سريعة. ده كده المشهد السادس. ركز معايا وهتشوف هنعمل بالكلام ده ايه دلوقتي. هرجع لموقع روبونيو هلاقيه بيقول لي انت قدامك المرة دي دقيقتين و10 ثواني عشان انتج لك الفيديو بتاع الطفل وهو داخل جوه الكهف. هستنى معاه يخلص وبعد كده نرجع مع بعضينا من تاني. تمام يا شباب. هو دلوقتي خلص الفيديو الثالث زي ما انتم ما شايفين. هو كده خلاص ابتدى يتحرك كويس قوي. ممكن ابتدي اضغط عليه بالشكل ده كليك يمين وبعد كده داونلود، وبعد كده يبقى انا معايا المشهد الثالث. يبقى انا كده فاضل لي مشهد واحد بس اللي هو مشهد الخفافيش اللي احنا شغالين عليه عشان هو ده اللي حرفيا هيبقى جامد. هبتدي اروح هنا وبعد كده اد ايمج بالشكل ده كالعاده، وبعد كده هروح اختار المشهد بتاع الخفافيش بالشكل ده وهو المشهد الرابع. وكالعاده بروح اكتب البرومبت بتاعي هنا اسفل الصوره اللي بتبتدي يتعمل لها زي ابلودنج. هبتدي انتظر لحد ما الصوره تخلص، وبعد كده بعد ما الصوره خلصت اهي بتبتدي تظهر. تمام. ابتدي اضغط على المكان ده عشان يبتدي ينزلها لي تحت هنا كده عشان يبتدي يشتغل على الصوره. تمام يا شباب. هو دلوقتي خلص الفيديو الاخير. يبقى كده انا عندي 4 مشاهد. هم دول ال4 مشاهد بتوعي الجاهزين اللي انا هبتدي اشتغل عليهم، اللي انا ابتديت حركتهم. عشان اخلي الطفل ده يتكلم هبتدي استخدم الموقع الشهير ميني ماكس. هسيب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو.
بتعمل تسجيل دخول باكونت جوجل عشان تاخد حوالي 10000 بوينت من على الميني ماكس. عشان اعرف استخدم موقع ميني ماكس بعد ما سجلت اكونت، هروح مباشره اضغط على المكان ده اللي هو بتاع التكست، وبعد كده بروح اختار من الفويس من هنا، وركز معايا قوي عشان النقطه دي مهمه. بختار من هنا الجنس بتاعه اقل حاجه اللي هو طفل، وببتدي اختار من هنا ميل اللي هو ذكر، وابتدي اختار من هنا ان جي بريتش اللي هو بيتكلم بريتش انجلش. هنلاحظ ان الصوت ده هو اللي طلع لي، لو ضغطنا عليه كده هتبتدي تسمعه، وعلى فكره صوت كويس جدا. هبتدي اضغط على كلمه يوز بالشكل ده عشان يبتدي يرفق لي الصوت. المفروض ان انا احط له الصوت دلوقتي. اجيب منين بقى الكلام اللي الطفل هيقوله بتاع كل مشهد؟ ده اللي احنا عملناه في اول الفيديو. لو تفتكر ان احنا رجعنا كنا مهتمين بموضوع المشاهد. انا عندي دلوقتي 4 مشاهد، الاربع مشاهد بتوعي اهم. هنا بيقول لي انا اسمي سامي، سامي لسه مولود من كام يوم. خلي المشاهد بالعاميه المصريه، واضغط على انتر. تمام، عشان يعيد لي كتابه المشاهد بالعاميه المصريه. تمام، هو كده خلص خلاص. هبتدي اخد الكلام بتاعي المشهد تاني كده بالشكل ده، واروح تاني للميني ماكس، امسح الكلام ده، وبعد كده اروح اكتبه هنا بالشكل ده. ممكن احذف الكلام ده كده، تمام، بحيث ان انا اصغر الصوت، واضغط على كلمه جنريت بالشكل ده عشان يبتدي يعمل جنريشن ويصغر الوقت. لابس اللبس الابيض الصغير ده، فجأة قلت لنفسي ليه لا اهرب واشوف الدنيا. كويس قوي، دلوقتي هو بقى كويس. ممكن اضغط على داونلود بالشكل ده. دلوقتي انا عملت داونلود للمشهد بتاعي. اسمي المشهد الاول 1 والصوت الاول 1 عشان لما اجي اعمل دمج ما يبقاش عندي اي مشكله. هبتدي بعد كده بقى اخد المشهد الثاني، والمشهد الثاني هو انا بدات ان انا فيه ان انا قلت اهرب لا اهرب اشوف الدنيا. تمام، لقيت باب كبير مفتوح، طلعت اجري لحد ما لقيت نفسي بره. ماشي، ابتدي اخد الكلمه دي عجبتني نوعا ما، وبعد كده ارجع لميد ماكس امسح الكلام ده، واقول لقيت نفس لما لقيت باب كبير مفتوح طلعت اجري لحد ما لقيت نفسي بره. لما لقيت باب كبير مفتوح طلعت اجري لحد ما لقيت نفسي بره. دخول الغابه، هقرا قدامي ظهرت غابه كبيره قوي، الاشجار طويله كأن انا مش عارفه ايه الكلام ده كله. ماشي، هبتدي انسخ الكلام ده كله، اروح احطه هنا. بعد كده هضغط على جنريت. لما لقيت باب كبير مفتوح طلعت اجري. ماشي، هو خلص كده. هبتدي اضغط على داونلود بالشكل ده عشان يبتدي يعمل داونلود للصوت. يبقى ده كده المشهد الثاني. كده انا معايا المشهد الاول بالصوت بتاعه، المشهد الثاني بالصوت بتاعه، فاضل المشهد الثالث. تمام، بعد كده المشهد اللي بعده اللي هو الكهف. لقيت فتحه كبيره في الجبل شبه باب ضخم، ده كان كهف. هبتدي انسخ النص بالشكل ده، وارجع تاني لميد ماكس. ابتدي افضي الكلام ده كده، تمام، وبعد كده احط نقطه. خلينا نشوف الكلام تاني. دخلت جوه، حسيت ببرد غريب وصوت نفسي بيرجع لي زي الصدى، كهف كان مظلم قوي. ماشي، وبعد كده ابتدي انسخ بقيه الكلام، فضي علامه التنصيص وجنريت. خلاص كده عمل جنريشن. هبتدي اضغط على المكان ده بتاع الداونلود. عشان كده ده المشهد الثالث. المشهد الرابع والاخير اللي هو بتاع الخفافيش. هرجع لشات جي بي تي. انا كنت قايل له في المشهد اللي انا ضفته بتاع الخفافيش، فجاه سمعت صوت غريب، رفرفه سريعه كده فوق دماغي، رفعت عيني لقيت خفافيش. ابتدي انسخ الكلام بالشكل ده، وبعد كده قلت بصوت واطي يا نهار ابيض انا مرعوب، هو انا ايه اللي دخلني هنا اصلا. ماشي، بعد كده احطه بالشكل ده، وبعد كده هضغط على جنريت. وفجأة سمعت صوت غريب، رفرفة سريعة كده فوق دماغي. تمام، بعد كده هضغط على داونلود. تمام، هو كده خلص المشهد الرابع والاخير. هبتدي اسميه 4. كل فيديو جاهز بالصوت بتاعه. هبتدي اروح لموقع دريم فيس، طبعا tools.dreamfaceapp.com. هسيب لك لينك الموقع بطريقه مباشره. هبتدي اضغط على كلمه فوتو اند اوديو، وبعد كده فوتو اند فيديو، وبعد كده هرجع هنا، وبعد كده هروح اختار الفيديو بتاعي بالشكل ده، بيبتدي يعمل له ابلودنج. تمام، الفيديو بتاعي اصبح جاهز. بعد كده هروح اضغط على كلمه اوديو، ابلود اوديو اور فيديو، وبعد كده هختار ابلود فروم ديفايس، وبعد كده هختار الصوت الاولاني، المشهد الاولاني بالصوت الاولاني. عشان كده قلت لك اهم حاجه التنسيق، تكون منسق شغلك. بعد كده هنضغط على كلمه جنريت. تمام يا شباب، موقع دريم فيس خلص. ده المشهد بتاعنا ببساطه. هبتدي اضغط عليه بالشكل ده، وبعد كده اعمل اللي هو لابس اللبس الابيض الصغير ده، فجأة قلت لنفسي ليه لا. ماشي، كويس، نتيجه كويسه جدا على فكره. طبعا اول حاجه هعملها هبتدي احفظ المشروع بتاعي بالشكل ده. الفيديو الاولاني اللي انا جهزته كده، ده الفيديو اللي هو بتاع الطفل وهو بيتحرك وهو بيتكلم وهو بيعمل كل حاجه. تمام، انا بعد كده هخش على المشهد اللي بعده. كالعاده هضغط على فوتو فيديوز، ابلود فيديو، وبعد كده هروح اختار الفيديو الثاني اللي هو الطفل خلاص هرب فيه وبقى خلاص في المكان ده. فهبتدي اروح اختار كلمه اوديو بالشكل ده، وبعد كده ابلود اوديو، ابلود فروم ديفايس، وبعد كده هروح المشهد الثاني بالصوت الثاني. انا مجهز نفسي، انا مجهز شغلي. خليك مرتب معايا عشان ما تلاقيش اي صعوبه خالص. بيبتدي الصوت يتحط زي ما انتم شايفين. هبتدي اضغط على كلمه جنريت بالشكل ده،
هتلاحظ ان المشهد التاني بيتعمله جنريشن. تمام يا شباب، في ثواني هلاحظ ان الفيديو بتاعي اتعمل، ابتدي اعمل عليه داونلود بالشكل ده. فانا كده معايا الفيديو التاني او المشهد التاني النهائي. هرجع لموقع دريم فيس وبعد كده فيديوز ابلود، واروح اختار الفيديو التالت، وبعد كده هضغط على اوديو، ابلود اوديو، ابلود فروم ديفايس، وبعد كده هروح هنا اختار الاوديو التالت. احلى حاجه ان احنا منظمين شغلنا. تمام، بعد كده هضغط على كلمه جنريت عشان يبتدي يعمل جنريشن. عارفين يا جماعه والله الموضوع ما بياخدش يعني، ما فيش، على طول بضغط على داونلود. تمام كده انا معايا 3 مشاهد زي ما انتم ما شايفين. بعد كده فاضل المشهد الاخير. هرجع لموقع دريم فيس بنفس الفكره بالظبط، اعمل ابلود فيديو، اروح اختار المشهد الاخير اللي هو بتاع الخفافيش بقى، اللي هو المشهد اللي انا شغال عليه. تمام، الفيديو بعد ما اترفع ابتدي اروح على اوديو بالشكل ده، وبعد كده ابلود، وبعد كده ابلود فروم ديفايس، وبعد كده هختار المشهد الرابع. يبتدي الصوت الرابع. تمام، الصوت نزل زي ما انتم ما شايفين. هبتدي اضغط على كلمه جنريت، هبتدي اضغط عليه داونلود بالمنظر ده. انا دلوقتي خلاص خلصت ال4 فيديوهات وكل فيديو عليه تعليق صوتي للطفل. دلوقتي انا عايز ادمجهم واخليهم فيديو واحد. انت لمستك الاحترافيه بقى هتفرق من شخص لشخص هنا في الحته دي، في المونتاج، في مرحله الابداع. لكن ممكن انت تستخدم كاب كات، اي برنامج مونتاج حلو. ببتدي اضغط على فيديو بالشكل ده. محتاج المقاس بتاع الفيديو يكون موبايل فيديو بالشكل ده. انا عايز الفيديو يكون طويل كده لان انا هشتغل على الشورتس والكلام ده. ابتدي بعد كده ارفع الفيديوهات بتاعتي فيديو. اذا انا ابتدي اروح اضغط على فيديو، على ابلود بالشكل ده، وبعد كده ابلود، بعد كده ابلود فايل، ابتدي ارفعهم كلهم. تمام يا شباب، كده الفيديوهات بتاعتي اصبحت جاهزه. كل اللي عليا هعمله هبتدي انزلهم فيديو بالترتيب. ده طبعا الفيديو الاولاني اللي هو هيتضاف في البيج الاولانيه. ابتدي انا اكبره بالشكل ده بالمره عشان ايه اظبط الكلام بالشكل ده. حلو قوي. بعد كده هبتدي اضغط على الاد بيج الثانيه بالشكل ده، وبعد كده هبتدي احط المشهد الثاني. هو ده المشهد الثاني. طبعا لازم بعمل اد بيج، وبعد كده هبتدي اكبر بالمنظر ده، واكبر برضو بالمنظر ده. تمام ماشي، وبعد كده بلس دي، وبعد كده بروح احط المشهد اللي بعده بالمنظر ده اهو. كبيرة في الجبل شبه باب زوم ان بالمنظر ده كده. دخلت جواه حسيت وبعد كده اد بيج بالمنظر ده، وبعد كده بحط المشهد الاخير، وفجأة وبعد كده ببتدي اكبره كده. رفرفة سريعة كده فوق دماغي. رفعت كويس قوي كده انا خلصت، والفيديو بتاعي مدته اصبحت حوالي دقيقه. هستنى معايا عشان اشوف النتيجه. هبتدي ممكن اضيف صوت، لو حابب احط صوت من اليوتيوب لايبرري عادي جدا. انت وانت بتعمل فلوج حاول تبقى كرييتيف يعني. بس اعمل شير وبعد كده اضغط على داونلود. اول كرياتيفيتي انت ممكن تشتغل عليه هي القصه نفسها والسيناريو اللي بيتكتب في شات جي بي تي. الكرياتيفيتي بتتم في الصور اللي انت بتختارها، وان انت ممكن على فكره تعدل الكلام اللي انا بقوله ده كمان، وتقول له مش مجرد غير الخلفيه، هقول له غير لي اللبس نفسه بتاع الطفل، يعني خلي اللبس مطرب. خلي الكرياتيفيتي موجوده في ان انا ممكن اقص اللحظات اللي الطفل بيتقدم فيها ويرجع عشان ما يبانش ان هو بيرجع. في المونتاج ممكن تقدم مونتاج عبقري، ففي طرق كتير جدا للكرياتيفيتي على فكره. هقول لشات جي بي تي انا عاوز اعمل قناه فلوجات لطفل 7 سنوات، اقترح عليا اسم القناة. ابتدي اقول له كده عشان يبتدي يقترح عليا اسم القناة، وهيديني اسامي اجنبي واسامي عربي. انا ممكن اختار الاسم التاني ده، هبتدي انسخه له بالشكل ده، وهقول له عجبني الاسم ده، اكتب لي وصف خاص بالفلوجات علشان هعمل قناة. ودلوقتي هقول له اكتب كلمات مفتاحية عشان ابتدي استخدم الكلمات المفتاحية دي في انشاء القناة. تمام، هو كتب لي خلاص كلمات مفتاحية. هقول له اكتب لي افكار للفيديوهات. عشان يبتدي يكتب لي افكار للفيديوهات اقول له اعمل لي لوجو احترافي للقناة بالاسم ده. يبتدي هنا هو يعمل لي لوجو، يصمم لي لوجو. هو ده اللوجو اللي هو عمله كده. هبتدي اعمل داونلود للوجو بالشكل ده كده. انا حفظت اللوجو بتاعي، وبعد كده هبتدي اضغط على تغيير للصوره، وليكن مثلا هي دي الصوره اللي انا خلاص اشتغل عليها. تمام، بعد كده هبتدي اسميه بالشكل ده، وابتدي مثلا اسمي تسميه القناه بالشكل ده عشان تكون القناه مهيئه. كويس، بعد كده بيطلب مني كده، انا كتبت الاسم وهو وافق على الاسم والمعرف، فاضل الوصف. ماشي، هبتدي اخد الوصف بالشكل ده، ابتدي اروح لتخصيص القناه واحط له الوصف بالمنظر ده. طبعا انت عشان تغير الكلمات المفتاحيه بتاعه القناه انت بتضغط على الاعدادات بالشكل ده، وبعد كده بتضغط على القناه، بعد كده بتضغط على القناه بالشكل ده. بيقول لك الكلمات الرئيسيه، ودي الكلمات المفتاحيه بالانجليزيه، دي الكلمات اللي انت هتحطها اللي ليها علاقه بالفلوجات. المشهد: كنت في المستشفى لابس اللبس الأبيض الصغير ده. فجأة قلت لنفسي ليه لا
اهرب واشوف الدنيا. لما لقيت باب كبير مفتوح طلعت والله يا جماعة نفسي برا. أنا يعني ايه، انت لو عملت قناة بالمحتوى ده الموضوع فعلا هيبقى ناجح معاك لدرجة انت ما تتخيلهاش. الورق بيتحرك مع الهواء ويعمل صوت غريب كأنه حد بيلمسني. لقيت فتحة كبيرة في الجبل شبه باب ضخم، ده كان كهف. دخلت جواه، حسيت ببرد شفت غريب. الحتة اللي الطفل اتقدم ورجع فيها دي انت ممكن تقصها عن طريق المونتاج وتبين ان هو بيتقدم بس. فهمت قصدي؟ فالكرياتيفيتي موجودة، يعني محدش يقول لي انا كده كله هيعمل زي بعضه، لا على فكرة الكرياتيفيتي موجودة. كده فوق دماغي. رفعت عيني لقيت خفافيش كتير معلقة في سقف الكهف. قلت بصوت واطي: يا نهار أبيض، أنا مرعوب. هو أنا ليه دخلت هنا أصلا؟ انا هعرفك الطريقة، انا هعلمك ازاي تصطاد، انا هعلمك ازاي تقدر ترمي الشبكة، لكن اللي بيفرق شخص عن شخص المكان اللي بيرمي فيه الشبكة.